يلا نحلل سهم طلعت مصطفى لأن عليه فرص جيدة أو فرصة جيدة جدا للشراء. هنحلل السهم تحليل فني، والتحليل الفني ما هو إلا توقع بنسبة كبيرة إن شاء الله لحدوث اللي احنا بنقوله، ولكن مفيش حاجة مضمونة 100%. لو عندك أي أسهم قلقان منها تقدر تكتبها لي التكر بتاعها في كومنت تحت الفيديو، وهديك التحليل بتاعها في فيديو جاي ان شاء الله. خلينا نشوف السهم بتاع مصطفى عشان نفهم كده تحليلنا يكون مبني على ايه. والتحليل الفني لو انت مش مصدق قوته تقدر تشوف الفيديوهات القديمة وتشوف قد ايه اصابنا. وقلنا ان في حاجات هتحصل وبالفعل بنسبة كبيرة بتكون حصلت. فخلينا نمسك التحليل كده ونشوف الوضع بتاع طلعت مصطفى عامل ازاي. اول حاجة احنا عندنا كان في طبعا في سهم طلعت مصطفى، خلينا بس نقفل الكلام ده عشان تبقى الدنيا واضحة معانا. كان في عندنا في سهم طلعت مصطفى قمة كبيرة قوي، بعد كده حصل قاع والهبوط كان قوي قوي او كان كبير قوي. بعد كده حصل قمة بصعود ضعيف، بعد كده قاع النزولة دي او حبة النزول الجداد دول اقل في الشموع او المستوى او الكم عن اللي قبلهم. يعني لو انت جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان النزولة دي طويلة قوي، عندي دي اقصر شوية. ده معناه ايه في التحليل الفني؟ ده معناه ان السعر عندنا بيبدأ ان هو يحصل فيه احتمالية تصحيح. طيب خلينا نكمل. بعد كده حصل طلوع تقريبا مساوي للطلوع اللي كان قبله، بعد كده هبوط تقريبا مساوي للطلوع برضو، فبدأت القوة تتساوى. بعد كده الطلوع هنا بقى قوي عن الطلوع اللي قبله، مساوي بالفعل للهبوط اللي قبله. يعني بص كده معايا هتلاقي عندك الحتة دي والحتة دي قد بعض، فحصل هبوط تكافأ مع قوة الصعود. طيب مش بس كده، بعد كده حصل عندي هبوط، بعد كده صعود، بعد كده هبوط، بعد كده صعود. طيب ايه الدلالات اللي عندي بعد كده؟ طبعا هبوط بسيط. ايه الدلالات اللي عندي اللي بتقول ان هو هيصعد او هيحصل صعود الفتره الجايه؟ اول حاجه ان لو بصينا على السما نلاقيه جاي من مرحله صعود كبيره قوي، فالترجيح الاعلى عندي له صعود. في قمه عاليه حصلت اللي هي القمه اللي هنا دي، وبعد كده حصل ريتريسمنت او اعاده تصحيح او اعاده اختبار، السعر نزل تاني لحد المستويات بتاعتنا. طيب مش بس كده، السعر هنا بدأ ان هو يحصل فيه دوران. الدوران ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا في عندنا القوة بتاعة البيع بتكافئ القوة الشرائية، وبالتالي طبعا او بعد كده بالتالي القوة الشرائية بدأت انها تعلى. يعني معنى كده ان الناس اللي كانت بتبيع من فوق بدأت تقل تقل تقل، وبدأ الناس تشتري تاني. فاذا عندي قوة زخم او قوة دخول او شراء كبيرة قوي. طيب تعال نبص على المؤشرات اللي تحت عندنا هنا. هتلاقي عندك هنا، خلينا نفتح فريم صغير شوية. هتلاقي في عندك هنا مؤشر الاستوكاستيك بيقول لك ان احنا حصل عندي في المنطقة دي تشبع بيعي، كل المرحلة دي تشبع بيعي، فالفترة اللي هي عندي فيها تشبع شرائي. طيب ايه تاني عندي؟ شايفين السعر اللي هو 64 جنيه اللي انا حاطط عليه الخط ده؟ السعر ده لو كسر تأكد ان بنسبة 90%، ودي طبعا يعني صيغة مبالغة شويتين، يعني بنسبة كبيرة جدا، ان السعر ممكن يوصل لحد القمة القديمة اللي كانت عندنا هنا، اللي هي تقريبا عند سعر كام؟ خلينا نشوف كده. الاسعار هتلاقوا على اليمين اهي. علشان الناس اللي مش شايفة السعر، هي الاسعار اهي في المنطقة دي. وبرنامج التحليل اللي احنا بنحلل عليه هو برنامج تريدنج فيو. هسيب لكم اللينك بتاعه اهو، تشوفه هيظهر لك فوق دلوقتي اللي عايز يتفرج على البرنامج ازاي بنحلل عليه. طيب خلينا نرجع تاني. هتلاقي عندك هنا المنطقة دي في عندي هبوط اهو حاصل، عمل لي شوية قمم وقيعان صغيرين. خلينا نوضح كده. هتلاقي في عندك اهو شوية، انا ما بحبش التحليل على الفيمات صغيرة قوي، بس يعني ده علشان نعرف رؤية للمستقبل. هتلاقي في عندي قاع وقمة وقاع، والمفروض ان هو بكسر اخر قمة عندي هيحصل صعود. طيب نقدر ناخد من ده ايه؟ نقدر نيجي هنا كده ونرسم قناة سعرية هابطة في المنطقة دي كده، وبكسر القناة السعرية دي مع كسر قمة، وكسر القناة دي يعني شمعة محترمة تكسرها، نقدر نقول ان احنا هيبقى عندنا رحلة صعود. يعني خلينا نشوف هنا. بص كنا راسمين قناة قديمة اهي، بصوا القناة دي بكسرها بدأ السعر يمشي هنا اهي. خلينا اشاور لكم عليها عشان تشوفوها. بكسر القناة دي بدأ السعر يمشي في رحلة صعود. واعتقد وانا شغال اصلا دلوقتي مسحت القناة تانية كانت برضو موجودة. خلينا نشوفها كده، نرجع.
يعني تقريبا مسحتها من غير ما اقصد. دي القناة العرضية، قلنا بكسر القناة العرضية هنأكد بيه الصوت، وده فعلا اللي حصل، دي كانت القناة العرضية. بس يعني مش فارق معايا قوي، هي بالنسبة لي كسر القناة الهابطة ده نفس الكلام اللي انا قلته من شوية، كسر القناة الهابطة مع كسر اخر قمة، فانت القناة العرضية دي ماشية مع اخر قمة، يعني نفس الفكرة. فتقدر ان انت عندك هنا نفس الكلام، لو حصل عندك كسر القناة يعني السعر يخرج بره القناة دي بشمعة محترمة، ويكسر لك اخر قمة، سواء القمة اللي هنا او القمم اللي ممكن تحصل تاني على المدار. لكن انا ما اتوقعش ان السعر هينزل اكتر من اللي انا رسمه ده تقريبا كده، وبعد كده تلاقي السعر بدأ ان هو ينطلق. طيب اول سعر ممكن تستهدفه عندك 64 او 65، وتاني سعر ممكن تستهدفه عندك هيكون عند 82 مثلا او 85 لو عايز. ده سعر جيد جدا، وممكن السهم يكمل، بس انا برتبط دايما بحاجة واحدة، هي اخر قمة عندي، علشان وتحت كمان اخر قمة شوية، عشان انا مضمنش السعر ممكن يوصل للقمة دي ويرجع يعمل تصحيح تاني ويهبط عليك فترة طويلة، فلا، يبقى نخرج بره السوق بسرعة، ناخد ارباحنا ونخرج. فانت من عند 80 مثلا او 82 في الرينج ده، 78 الرينج ده، تقدر ان انت تخرج من السوق، وده هيكون ربح جيد جدا. يعني ممكن بخروج السعر هيبقى من عند 60 لما يوصل ل 80، يبقى انت كده عملت حوالي 30% ارباح الفترة اللي جاية او خلال الايام اللي جايه. ده سهم طلعت مصطفى. نسبة التحليل الفني يعني لو هنتكلم بقى بطريقة فعلية، تحاكي كام في المية كصحة؟ بتحاكي حوالي 60% حد أقصى. يعني نسبة التحليل ما بتنجحش أكتر من كده. وأنا بشتغل كتحليل فني. التحليل الفني بيعبر عن السلوك بتاع الناس وسلوك البيع والشراء، لأن ده سوق، ففي حاجة عليها عرض وحاجة عليها طلب وكلام من ده. فده اللي احنا بنتكلم فيه كتحليل فني. وكالعادة أنا ما بديكش توصية مباشرة للبيع أو الشراء، أنا بقول لك وجهة نظري كتحليل فني، أو وجهة نظر التحليل الفني كمان، مش وجهة نظري الشخصية. يعني رأيي التحليل الفني في الحالة دي بيكون اللي أنا قلته، وأنا شايف إن في فرصة جيدة للشراء الفترة الجاية. قرارك في البيع أو في الشراء ده قرار شخصي. ولو في عندك أي أسهم زي ما قلت قبل كده فيها أي مشاكل عندك، تقدر ان انت تكتبها لي في كومنت، وما تنساش تفعل الجرس طبعا عشان ينزل لك الفيديوهات اول باول، وتشوف الفيديوهات القديمة، لانك هتستفيد جدا، لان اساس الفيديوهات عندنا تعليمي، علشان انت تعرف ازاي بعد كده تحلل، لحد ان شاء الله ما هنعمل الكورس بتاعنا بتاع البورصة او التحليل الفني عموما، ان شاء الله في القريب العاجل. ارجو ان انت ما تنسانيش بانك تعمل لايك للفيديو.